برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. معاكم ديانا محمد عجو في برنامجكم 5 معايا. النهاردة هنتكلم عن الرضا. الرضا ده شعور داخلنا بالقناعة، وشعور باليقين والإيمان، والرضا بقضاء وقدر رب العالمين. الرضا هو اللي بيحول كل محنة لمنحة. كل التحديات اللي بنمر بيها في حياتنا هي هدية من رب العالمين، وأول حاجة لازم نقولها الحمد لله، ونتقبل الهدية دي وكمان نتعلم منها، عشان طول ما احنا ماشيين في الدنيا في حاجات هنتعلم منها. كل ما زاد الرضا قل مستوى القلق عندنا، وقل التوتر، وخفت ضغوط الحياة اليومية علينا، وبينعكس ده على صحتنا النفسية والجسدية. لو فقدنا الرضا أحب أقولك هنفقد طعم الحياة. مهما كان قدر اللي بنملكه هنفقد برضو طعم الحياة. بس السر في الرضا هو الاقتناع إن الحياة هبة مش حق، وسر الرضا إن ربنا ما بيمنعش أي شيء عننا غير منع الخبير اللي لا يمكن يمنع عننا غير لصالحنا. الإحساس بالرضا بيخلينا نشوف اللي بنملكه مش اللي بيملكه غيرنا، وبيخلينا متصالحين مع نفسنا ومع الناس اللي حوالينا. في ناس كتير بتعيش فاقدة الرضا وبتبحث عنه وتحاول تلاقيه. الرضا ده بيخلينا نشوف حياتنا بطريقة واقعية وموضوعية وكمان منطقية. بنحاول نفهم نفسينا شوية وإمكانياتنا وقدراتنا، ونخطط كده شوية لحياتنا بشكل واقعي، وندور على أهدافنا ونحاول نحققها. وللوصول للرضا لازم ما نستسلمش لأي مشاعر سلبية بنتعرض لها، ونفكر بطريقة إيجابية. والإيمان بالله هو الرضا بقدره. ساعتها بس هنوصل لدرجة كبيرة من التصالح مع نفسنا والتوافق مع القدر ومع كل اللي حوالينا. وفي النهاية أحب أقول لكم كل عملة ليها وجهين. بدل الندم والحزن على اللي فات اللي مش هيغير حاجة ولا هيرجع حاجة، لازم نتفائل شوية، والرضا هو اللي هيخلي جوانا البهجة والسعادة والأمل، ونفكر بعد كده إيه اللي هيحصل. كانت معكم ديانا محمد عجوة في برنامجكم 5 معايا.